اغلى واهم 5 اهداف في تاريخ الاهلي. اخر واحد اوعى تفوت. الكلام ده طبعا من وجهة نظري الشخصية جدا. انا هرتبهم لك من الخامس لحد الاول. خامس هدف بيبتدي معانا بيسند على طول لمحمد طلعت. بيسند على طول لمحمد طلعت، يحطها مرة تانية لحسام عاشور، يحطها لأحمد فتحي، يتقدم وبالقدم اليسرى. لا 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 يا كرة القدم لا. رابع هدف معانا بيقول شهاب ادي واحدة يا شهاب، واحدة يا شهاب، يا ولد يا ولد، شهاب دور الملعب. ثالث هدف معانا وبيبتدي ويقول شادي وبيعمل الاوفر. جدي وبيعمل الاوفر عالية ويطلع يلعب الكرة تاني على طول وتترد وهوبا جول جول ابو تريكة. وتاني هدف معانا بيقول لوليد سليمان والباصة جميلة. لوليد سليمان الباصة جميلة، محاولة خطيرة سريعة والعرضية جميلة راسية. وطبعا الأهم والأغلى واللي بيبتدي بالتماس للمعلول. تماس للمعلول، كرة لعلي 86 دقيقة، الاكسترا تايم قريب ولكن احذروا الكاو، احذروا الكاو، ترجع الكرة بالراس، القاضية ممكن، القاضية ممكن، شاط الكرة وجول، القاضية ممكن، القاضية. ال5 أهداف دول أنا عاصرتهم فعليا وشفتهم بعناية، لأن في تاريخ الأهلي الكبير والعظيم أكيد في أهداف ممكن تكون أهم وأجمل من الأهداف دي. كل جول من دول ليه قصة محفورة جوانا وحافظينها صم. عايزينك دايما يا أهلي تبقى مصدر فخرنا وفرحنا. ما تيجي كده أما أوريك.